السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. مرحبا بكم خواتاتي. وصفتنا تاع نهار اليوم هي في الحاجه الاقتصاديه، هي كاطو الجاف بنكهه البرتقال. كما قلت لي كترينا من الوصفات تاع فاكهه الموسم هي تاع البرتقال، جاتني فرصه ودرت لكم كاطو الجاف تاع المايزينا بنكهه البرتقال، هشيش وسريع واقتصادي. يدير لنا اكثر من 50 حبه. بلا ما نطول عليكم مروا طريقه التحضير. بالنسبة للمقادير نحتاج 3 بيض بحرارة الغرفة، كاس زيت، وكاس هذا دائما نعبر به باقي المقادير تاوعي. عندي نص كاس كاس الا ربع سكر، بس ما درتش كاس كامل باسكو عليه غادي ندير فيها مغرف كبيره تاع حسب باش ما تجيناش حلوه بزاف. عندنا كاس تاع مايزينا، لافاني مبشور البرتقال، والفارينه، وباكي ونص تاع خميره الحلويات. والفارينه دوك نخلطهم ونشوفوا شحال غادي تجينا. نبدو الاولى بالبيض تاعنا. درت له قرصه تاع ملح كيما عودتكم الطريقه تاعي. طلعوه شويه كي يبدا يدير لنا الرغوه، نبدو نزيدو السكر تاعنا، نطلعو غير بشويه بس ما يقولك ملأه، ومن بعد نزيدو في السرعه تاع الباتور. المهم نطلعو البيض مع السكر مليح مليح حتى داك السكر كامل يذوب لنا ويبيض الخليط. علاه نديرو هذه الطريقه باش الكاطو تاعنا يجي خفيف. نزيدو دروك الزيت، نضيفو نصف الكميه. دوك نزيدو المنكهات تاعنا، قلت لكم درتها بنكهه البرتقال، غادي ندير مبشور تاع البرتقال. ولي تبغي ديرها بنكهه الليمون دير مبشور تاع الليمون. انا شغل مي راهي الفاكهه تاع الوقت هي البرتقال، راني درتها لكم بنكهه تاع البرتقال. نكمل الكونتيتي تاعنا تاع الزيت اللي بقات لنا. نسيت لكم درت المغرف تاع الصغيره تاع لافاني، درتها دروك. غادي نزيد المغرف كبيره تاع الحسل. على درنا الحسل الدوره تاعه هو يعطينا الطراوه للكاطو تاعنا. هو المربى عندهم دور واحد ملي نزيدوهم من العجينه تاعنا. غادي نزيدو دروك الكاس الكبير تاعنا تاع المايزينا. المايزينا تاني غادي تعطيه هشاشه لهذا الكاطو. غنحركو الاولى قبل ما نشعلو الباطور، نحركو شويه خاطر المايزينا تاعنا شويه خفيفه باش ما توسخنا سطح العمل. نسيو ندخلوها شويه من بعد نشعلو الباطور تاعنا. انا حركنا دروك نقلعو الباطور، نخدمو بيدينا. راني درت كاس الاول تاع الفارينه، راني نزيد الزوج حطيته قدامي نوجده. ودوك شوفوا الفارينه شحال غادي تجينا. انا باكي ونص تاع خميره الحلويات، الساشي وزن 10 غرام. نحركو بالمليح، ندخلو الفارينه، من بعد نعاد نزيدو كاس الزوج. زدنا كاس الزوج، نخلطو غير بالاصابع، ما يقولك غير برفق، ما ماشي تعجنوا خاطر كاين بزاف ما يعرفوش يلموا كما يقولك الكاطو. شوفوا راني غير بالاصابع تاعي راني نخلط. زدت كاس الثالث، ودروك غادي نزيد الكاس الرابع ونشوفوا ونخلطوا. انا تقريبا جاتني 3 كيسان ونص. كما يقولك عطاتني عجينه طريه، ما يقولك سواسوه وشاده روحها. شوفوا العجينه تاعنا كي راهي طريه، كاش نعرفوها بلي صاي راهي مليحه كي نتكور لنا كي نكوروها في يدينا تتكور صاي خواتاتي. وكما وصيتكم العجينه النوعيه تاع الكاطو اللي يجي بالزيت، ما تكثروش الفرينه بزاف باش ما تجيكمش يابسه من بعد كي طيب لكم. شوفوا راني جبت الورق تاع الديون اللي قلت لكم عليه خطري فاتنا نلمه، غادي نغطي به العجينه ونخلوها واحد 10 دقائق. هذيك هي بلا ما انا خص نخلط الكوشه تاعي ونوجد البلاط تاعي ندير له الورقه طايه تكون هي صاي ريحت. هاي بعد مرور 10 دقائق. ودائما خدموا كما وصيتكم العجينه اللي تجيب الزيت توجو خطوها بالبلاستيك وخدموا باش ما تنشف لكمش. انا درت كورتها واني هبطتها شويه بيدي. غادي نجيب البوشون. انا قلت ندير هذه الخطره بالتزيين تاعها بالبوشون، وانتوما ديروا كيما تبغوا، ديروه اصابع، ديروه الشكل اللي تبغوه ديروه. انا غادي ندير خطوط نمشي حتى تحصلوا على هذا الشكل. الشكل بسيط او ميم طون شباب.
دوك نزيد دروك الكونتيتي، غادي نكمل كاع من نص العجينه تاعي درتها ناشفه، والكونتيتي الزاوجه غادي نرمد الحبه في السكر. على درت ناشفه باسكو انا كعارفين انا بويا شويه ما يبغيش الصوالح مسكرين بزاف، يقولك توجور ندير لها الحساب، ما في الحاجه المالحه ثاني نحرز روحي في الملح. راكم عارفين واحد كيكون يكبر وكاع يقولك يقعد حارز روحه في الصوالح تاع السكر وصوالح المالحين. انا رمتها في السكر، ونفس الطريقه ثاني غادي ندير بالبوشون. تبغوا ديروا كاع الكونتيتي تاعكم بالسكر ديروها كاع، انا قلت لكم درت نص بلا سكر ونص بالسكر. كملوا العجينه اللي بقات لنا بنفس الطريقه. شوفوا جاتني تقريبا 50 حبه، ويما نقولك كنت صغروا الحبات تجيكم وحده 51 52. انا درتهم متوسطين، ندخلها طيب من تحت ومن بعد نشعل عليها من الفوق. طيبوها على نار متوسطه. نروحوا الكوشه تاعنا كيما عودتكم نوريكم الطريقه كي طيبتها. شوفوا هي راهي طابت، راني شاعل عليها من الفوق ومن تحت. شوفوا كي تحمرت لي عادك باش شعلت عليها من الفوق، وكنت تشوفوني ما طلعتهاش الرف الثاني، راني مخليتها في الرف التحتاني. علاه؟ انا نبغيها حتى كي تبدا تنشف لي من الفوق وتبدا تطيب لي نتاكدها بلي طابت لي من الداخل نطلعها الفوق تحمر. انا هذه هي الطريقه تاعي تاع الطيب تاع الكاطو، نطيبه من تحت كي نشوفه تحمر نشعل عليه من الفوق ونخليها في الرف التحتاني. كي نتاكد بلي نشفت لي وكاع نطلعها في الرف الثاني. بالنسبه للطريقه تاع الكوشه تاع السعاده، الطياب تاعها قلت لكم هي الطيب علامه شاوله فيها واحد العفسه. الحبات اللي يكونوا في الجوانب توجور الطيال شغل النار ما تلحقهمش. انا شندير كي يتحمروا لي حبات في الوسط نقلع هذوك الحبات تاع الجوانب ونبدل بيناتهم، هذيك هي باش يطيبوا لي. شوفوا بعد ما زينتها الحبات هذوك اللي ما درتوش فيهم السكر غير على جال التزيينه، درت رشيت فوقهم شويه سكر ناعم، والحبات تاع اللي فيهم السكر درتهم في الوسط. شو الشكل تاعها كي جا شباب. نقول لك حاجه بسيطه، حاجه كيما يقول لك تاع كل يوم، واحد يبدل. انا ديجا راني نوع لكم نوع لكم في الوصفات، خطا نديركم كيكه، خطا نديركم حاجه تقليديه، خطا نديركم حاجه معسله هكا باش ما تملوش مني. غنحلوا الحبات تاعنا. شوفوا كي راهي تبان بلي راهي هشيشه، صدقوني تجي روعه والبنينه بنينه تسبنوا ديك البنه تاع البرتقال. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم اخواتاتي. هذه وصفتنا كانت نهار اليوم. ما تنسونيش حبيباتي في الجيم والبارطاج لتعم الفائده. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.